طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الكيس اللي هنقدمها المرة دي مختلفة. ليه؟ لأن فيها جايزة كبيرة جدا هنقدمها للطالب الشاطر الرائع اللي هيجاوب على السؤال فيها إن شاء الله. إيه الجايزة؟ نمرة 1، هيحضر معانا إن شاء الله المؤتمر اللي بنعمله كل سنة للجمعية بتاعتنا في شهر أكتوبر إن شاء الله في اسكندرية في فندق فلسطين إن شاء الله. ده نمرة 1. هيحضر كل جلسات المؤتمر، هنعمل له الحكايه دي ان شاء الله، نعمل له اقامه كامله في الفندق في ايام المؤتمر، هو وفرد معاه هو يختاره من افراد اسرته ان شاء الله. ده نمره 1. نمره 2، هياخد شهاده المؤتمر انه حضر المؤتمر وتتحط في السي في بتاعه. نمره 3، هياخد الشهاده بتاعه الاكريديتيشن من الامريكان اسوسيشن اوف كونتينيوينج ميديكال اديوكيشن، ودي شهاده من اعلى الشهادات بتاعه الاكريديتيشن في العالم كله ان شاء الله. النمره اللي بعد كده، لو هو شاطر قوي وعنده كمان حب انه يعمل برزنتيشن، هنخليه يعمل برزنتيشن صغيره حوالي 10 دقائق في سيشن في الجلسه بتاعت الرايزنج ستارز، بنعملها كل سنه للشباب الصغير قوي، شباب الاطباء والطلبه وشباب الاطباء اللي عندهم قدره ان هم يعملوا برزنتيشن، عشان حتى يبقى برضه في السي في بتاعته تتحط، وعشان في المستقبل ان شاء الله يبقى دي اول خطوه من خطوات ان هو يبقى سبيكر في المؤتمرات وفي الندوات ان شاء الله. الحاجه اللي بعد كده كمان من ضمن الجوائز ان هنعمل له اشتراك مجاني في الجمعيه بتاعه المؤتمر اللي هي الميسي، اللي هي مودرن ايجيبشن سوسايتي اوف انترنستس، وفي الجمعيه الثانيه برضو اللي داخله في المؤتمر اللي هي DHL، والدي اتش ال اختصار الارب افريكان ايشيان اسوسيشن اوف دايابيتس هايبرتنشن ليبيدولوجي، ودي جمعيه عربيه اسيويه افريقيه هنعمل له اشتراك مجاني فيها. ففي شويه حاجات كتيره مهمه قوي هيستفيد منها. الحاجه اللي بعد كده بقى ان لما حضرتك تجاوب الاجابه الصح، هنعلن احنا الاجابات ان شاء الله، هعلنه في فيديو بعد حوالي 10 ايام لاسبوعين من الفيديو ده ان شاء الله، وهنعلن فيها اسم الفايز بالجائزه. حضرتك تعلق في الكومنتات بتاعت الفيديو ده الاجابه، تحط الاجابه بتاعتك وتكتب رقم التليفون. وعلى فكره في الكيس في 3 اسئله، انا هجاوب السؤال الاول والسؤال الثاني ان شاء الله، وهسيب لك السؤال الثالث الاخراني هو ده المطلوب من حضرتك تجاوبه، اللي هو السؤال الثالث الاخراني. بس عشان تجاوب السؤال الثالث الاخراني لازم تكون يعني بصيت على الكيس كلها من اولها لاخرها، وشفت السؤال الاول واجابته بالتفصيل، وشفت السؤال الثاني واجابته بالتفصيل. من غير كده مش هتعرف تجاوب السؤال الثالث ابدا. فمهم جدا جدا تكون دققت كويس قوي في السؤال الاول واجابته، السؤال الثاني واجابته اللي انا هعملهم ان شاء الله، ويبقى عليك انت انك تجاوب السؤال الثالث والاخير ان شاء الله. وان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. تعالوا نشوف الكيس. فتعالوا نشوف الكيس بتاعتنا. A male patient 57 years old, hypertensive, diabetic, heavy smoker. He complained of mild weakness in his right upper and lower limbs while at work. It lasted for 45 minutes and resolved completely. جاله ضعف في ايده ورجله اليمين وهو في شغله، قعدت 45 دقيقة وراحت. He also stated that he was unable to speak during the attack. On examination, body mass index 35 kilogram per meter squared, the waist circumference 111 centimeter. ما ادناش جيفن كتير قوي في الكيس، مفيش معطيات كتير قوي، لكن طلب ايه بقى السؤال؟ Question number 1. What is the most likely diagnosis؟ تعالوا بقى كده بالهداوة وبالراحة نفكر في الحالة مظبوط. أول حاجة ده hypertensive وديابيتك وعنده البودي ماس اندكس 35 كيلوجرام بير متر سكويرد، وعنده الويست سيركمفرنس 111 سنتيمتر. ايه اللي بيجمع ده؟ سهلة جدا الإجابة، سهلة جدا. بيجمع obesity abdominal obesity بالويست سيركمفرنس زايد وهايبرتنسيف ودايابيتك. نروح على كتاب الاندوكراين ونطلع الصفحه دي والصوره دي، هنلاقي فيها هنا abdominal obesity وديسليبيديميا وهايبرتنشن وهايبرجلايسيميا. طب هو ايه اللي بيجمعهم دول؟ اولا العيان بتاعنا هايبرتنسيف فعلا اهو، يبقى في هايبرتنشن في الصفحه دي، في الصوره دي في هايبرتنشن. في الدايجنوزس ده 2 العيان هيبقى هايبرتنشن موجود، 2 دايابيتك العيان. طب ما هنا في دايابيتس هايبرجلايسيميا، فاستنج بلاد شوجر اكتر من 100 ملي جرام بير ديسيليتر،
هايبرجلايسيميا ممكن تصل لدايابيتس، وممكن مجرد هايبرجلايسيميا ان شاء الله تكون حتى impaired fasting glucose، ممكن اللي هي بري دايابيتس داخله معانا في الكرايتيريا تو دايجنوز ذيس ديزيز. ايه الديزيز ده اللي انا عمال محطه في الجدول ده؟ اكيد كلكم عارفينه. تالت حاجه هي دايابيتك. تالت حاجه ابدومينال اوبيزيتي. فعلا العيان عنده ابدومينال اوبيزيتي، هو راجل، وفي الرجاله لما يزيد الويست سيركمفرنس عن 102 سنتيمتر اللي هو 40 انش، وهنا عندنا 111 يبقى اكتر من 102، يبقى اتحققت ان عنده ابدومينال اوبيزيتي. ايه اللي بيجمع بقى دول؟ وما ادانيش اللي عنده ديسليبيديميا، مش لازم. ايه بقى اللي بيجمع دول؟ ايه دول؟ ايه هو اللي بيجمع انه هايبرتنسيف ودايابيتك وعنده ابدومينال اوبيزيتي؟ الدايجنوزس ايه؟ سهله جدا اجيبها من الكتاب، دي الكرايتيريا تو دايجنوز ميتابوليك سيندروم. خلي بالك عشان نشخص الميتابوليك سيندروم من كتاب الاندوكراين في درس الدايابيتس محتاجين من الاربعه كرايتيريا اللي موجودين قدامك في الصوره دي، محتاجين ايه؟ محتاجين لازم يكون عنده ابدومينال اوبيزيتي زائد 2 من الثلاثه اللي فاضلين. يبقى ابدومينال اوبيزيتي شرط في تشخيص الميتابوليك سيندروم، ومعاها 2 من الثلاثه اللي فاضلين، يا اما ديسليبيديميا يا اما هايبرتنشن يا اما هايبرجلايسيميا. فالعيان عنده ابدومينال اوبيزيتي اتحققت ومعاه 2 من الثلاثه اللي هم هايبرتنشن ودايابيتس، ما قاليش ان عنده ديسليبيديميا، مش لازم. يبقى حققنا ان العيان ده متشخص ميتابوليك سيندروم بالكرايتيريا الموجوده قدامنا. تمام. طب واذا كان الكلام ده مظبوط يبقى ده اول حاجه therefore the diagnosis is metabolic syndrome بابدومينال اوبيزيتي كشرط اساسي، واثنين من الثلاثه هايبرتنشن ودايابيتس. حلو الكلام. طيب metabolic syndrome this is a كالعاده very 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 incomplete diagnosis. التشخيص ناقص لان انت ما استخدمتش كل المعطيات بتاعتك، ما استخدمتش كل الجيفن. يبقى نرجع نقول please use all the given in your case. لو انت في الكيس اللي نازله لك في امتحان اخر السنه ما استخدمتش كل الجيفن تنقص ومش هتجيب الكيس خالص. ولو الفت جيفن مش موجود، لو الفت حاجه على جيفن مش موجود هتنقص برضه. لازم على قد الجيفن. طب تعالى نرجع تاني نقول ايه اللي ما استخدمناهوش. ما قال لي ان عنده ضعف في ايده ورجله اليمين، mild weakness in his right upper and lower limbs. طيب لما كان في شغله وقال ان قعدت 45 دقيقه وراحت. مبدئيا كده هو قاعد يقول لي ان ده راجل كبير في السن، هايبرتنسيف ودايابيتك وهيفي سموكر. يعني لما تلاقي الحاجات دي موجوده في اي كيس كقاعده من قواعد حل الكيس المظبوط، لما تلاقيه عمال يعد لك انه عنده مالتيبل ريسك فاكتورز، راجل كبير في السن، هايبرتنسيف، دايابيتك، هيفي سموكر، يبقى بيوجهك ناحيه complications of اثيروسكليروزس، سواء على الفيسلز بتاعت البرين، على الفيسلز بتاعت الهارت، او على البريفرال فيسلز. هنا واضح ان على الفيسلز بتاعت البرين لان جاله ضعف في دراعه ورجله اليمين، يعني عنده هيمي باريسس. حلو قوي، بس قعدت 45 دقيقه وراحت. طب واذا كان الكلام ده مظبوط يبقى انا اقدر اقول انهي دايجنوزس من الموجود اللي هنا. هل ينفع اقول ان ده ستروك؟ لا، الستروك بتبقى persistent manifestations، دي transient manifestations. سهله بقى الاجابه، يبقى اقدر اقول ان دي transient ischemic attack TIA، ودي واحده طبعا من الكومبليكيشنز اوف اثيروسكليروزس اللي هي ممكن على البرين تؤدي الى ريفرسبل اسكيميا اللي هي TIA، او irreversible اسكيميا اللي هي ستروك. فهنا قال لي انها ريفرسبل لان قعدت فتره قليله وراحت، واحنا عارفين الكلام ده ترانزينت اسكيميك اتاك. حلو جدا. نراجع بقى الصوره دي جايبينها من كتاب النيورولوجي، ونلاقي ترانزينت اسكيميك اتاك الديفينيشن بتاعها اللي هي الميني ستروك، اللي هي ما جابتش ستروك، دي حاجه مؤقته. sudden attacks of temporary cerebral ischemia too short to cause infarction، يعني الاسكيميا قعدت فتره قليله عملت له كلينيكال بيكتشر مؤقته، لكن ما كانتش كافيه انها تعمل جلطه، انها تعمل انفاركشن، انها تعمل irreversible ischemia. حلو الكلام. مدتها بتبقى قد ايه؟ اكيد انت عارف احسن مني، few minutes or hours، واهي فعلا اداني 45 دقيقه. يعني ممكن توصل لحد 24 ساعه، بس غالبا بتبقى مدتها، يعني الاغلبيه العظمى من التي اي ايز بتبقى مدتها اقل من ساعه، بس ممكن تصل لاكثر ل 24 ساعه. followed by اهي 45 دقيقه اللي هي few minutes or hours في الديفينيشن، followed by complete full recovery. فعلا العيان في الجيفن عندنا قال الكيس انها resolved completely، يبقى ماشيه مع الديفينيشن بتاعنا وماشيه مع الدايجنوز بتاع ترانزيت اسكيميك اتاك، وبتعتبر انها انذار ان ممكن بعد كده يجيله اسكيميك ستروك. يبقى احنا شخصنا ان ده عيان عنده ميتابوليك سيندروم بتي اي اي.
اهو يبقى الدايجنوزس ميتابوليك سيندروم، ابدومينال اوبيزيتي، هايبرتنشن، دايابيتس، كومبليكيتد باي تي اي اي. حلو، دايجنوزس كويس جدا، لكن كالعاده still this is a very incomplete diagnosis. ليه؟ لان انت ما استخدمتش كل الجيفن بتاعك، لازم حضرتك تستخدم كل الجيفن الموجود. التي اي اي دي بتاعتنا، هل انت قلت لي التفاصيل بتاعتها؟ ابدا ما قلتليش هي تي اي اي تبع الكاروتيد سيستم ولا تي اي اي تبع الفيرتبرو بيزلر سيستم، يعني داخله في الجغرافيا بتاعت الكاروتيد ديستريبيوشن ولا داخله في الجغرافيا بتاعت الفيرتبرو بيزلر ديستريبيوشن. رايك ايه؟ رايك انت ايه؟ انا هجاوب السؤال ده ان شاء الله. رايك ايه؟ تعال نشوف الجيفن بتاعنا. دي الصوره من كتاب النيورولوجي، دي الكلينيكال فيتشرز بتاعت الكاروتيد تي اي ايز اهي قدامك، حللها، راجعها، افتح كتاب النيورولوجي ودور عليها. ودي الصوره بتاعت الفيرتبرو بيزلر تي اي ايز. حلو قوي، مظبوط. في الحالتين في هيميباريسيس. في حاله الكاروتيد تي اي اي في كونترالاترال هيميباريسيس، وفي حاله الفيرتبرو بيزلر تي اي اي في هيميباريسيس برضه. السؤال يبقى الهيميباريسيس في الحالتين. Please use all the given in your case. نرجع تاني، اوريدي في هيميباريسيس، يبقى الهيميباريسيس مش هيحل لنا الكيس، مش هيجيب الاجابه اللي هي كاروتيد ولا فيرتبرو بيزلر، لكن في كلمه مكتوبه، جمله بيقول unable to speak during the attack. يبقى unable to speak during the attack دي اللي هو مش عارف يتكلم اثناء الاتاك. في رايك تبقى كاروتيد ولا فيرتبرو بيزلر تي اي اي؟ لو احنا جبنا الصوره بتاعه الفيرتبرو بيزلر تي اي اي دي اهي، وقلنا unable to speak during the attack، المشكله في الكلام في الفيرتبرو بيزلر عباره عن ديس ارثريا. يعني ايه ديس ارثريا؟ يعني النطق وحش، يعني عم بيتكلم بس النطق بتاعه وحش، في ديس ارثريا، في ديفيكولتي ان سبيتش، لكن مش منعدم الكلام. يبقى اذا هل هي unable to speak تنطبق على ديس ارثريا يعني معناها unable to speak؟ لا، الاجابه لا، ما تنفعش لانه بيتكلم بس النطق صعب. يبقى التشخيص هنا ما هواش فيرتبرو بيزلر تي اي اي. حلو جدا، يبقى this is not the correct diagnosis، this is not the correct type of TIA. امال ايه؟ ده مش مظبوط. تعال نرجع بقى نحط unable to speak during the attack ونجيب الكاروتيد TIAs ونقول فيها ايه؟ فيها افيزيا in the lesions of the dominant hemisphere. واذا كان فيها افيزيا بالمنظر ده يبقى افيزيا معناها فقد النطق، يبقى unable to speak، يبقى الاجابه صح، يبقى this is the correct diagnosis. حد فيكم يقول لي طب امال ايه كلمه dominant hemisphere؟ طب ما هي ماشيه معانا صح جدا، لان الليجن عندنا في الدومينانت هيمسفير بدليل ان جاله ضعف في دراعه ورجله اليمين، وطالما عنده ضعف في دراعه ورجله اليمين يبقى الليجن فين؟ في مخه الشمال، في الليفت هيمسفير، في الليفت سيريبرال هيمسفير اللي هي الدومينانت. يبقى اذا الكلام ماشي منطقي. ولو تراجع الكورس بتاعنا في النيورولوجي كان في جمله على اعلى 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 درجه من الاهميه في قواعد النيورولوجي بتقول الاتي: انه مين العيان اللي يجي له افيزيا؟ العيان اللي يجي له افيزيا هو اللي اتشل عنده دراعه ورجله اللي بيستخدمهم. يعني العيان هنا جاله ليجن في جاله شلل وضعف، يعني ضعف، يعني هي باريسس في دراعه ورجله اليمين اللي هم المفروض بيستخدمهم. هو ما قاليش هنا هو ليفت سايدد، هو ليفت هاندد ولا رايت هاندد، بس طالما ما قالش هو ليفت هاندد ولا رايت هاندد في الحاله غالبا يبقى رايت هاندد لان ده الغالب. فاذا طالما هو رايت هاندد لان ده الغالب، لو ليفت هاندد كان كتب لي في الكيس انه ليفت هاندد، طالما ما قاليش يبقى غالبا رايت هاندد زي معظم الناس. حلو الكلام. اذا اتشل دراعه ورجله اللي بيستخدمهم، يبقى معنى كده ان الليجن في الدومينانت هيمسفير جاله افيزيا. يبقى القاعده بتقول افيزيا تحصل لما يتشل دراعه ورجله اللي بيستخدمهم، اللي هم في الحاله دي الرايت ابر ولور ليمز. يبقى الكلام ماشي مظبوط. حلو الكلام. يبقى this is the correct diagnose ان نوع التي اي اي هنا carotid تي اي اي. يبقى اذا therefore the diagnosis is metabolic syndrome, abdominal obesity, hypertension, diabetes complicated بتي اي اي من النوع الكاروتيد، واستبعدنا الفيرتبرو بيزلر. ممتاز. يتفضل عندي بقى لما اقول ان ده الدايجنوزس اقول وصلنا للفول كومبليت دايجنوزس ولا لا؟ ستيل كالعاده this is a very incomplete diagnosis. انت عايز تاخد فول مارك؟ عايز تبقى دكتور شاطر؟ لا، انت مش عايز تبقى دكتور شاطر، ده انت عايز تبقى الاول على الدفعه. انت مش بس كده، انت عايز غير ان انت تبقى الاول على الدفعه تبقى دكتور قد الدنيا، دكتور
يعني متألق جدا في كل مكان وفي كل زمان، وبالتالي لازم توصل لدرجة البرفكشن في شغلك ان شاء الله، وفي في كتابة الكيس بتاعتك مظبوط. طب يبقى ازاي نكمل الدايجنوزس؟ تعال نشوف. التي اي اي دي قلنا انها كاروتيد، بس ما قلناش هي كارديو امبوليك ولا نون كارديو امبوليك، لان عندنا نوعين من التي اي اي، يا اما جايه بسبب امبوليزم يا اما مش بسبب امبوليزم. في الحالتين دي جلطه وفكت، يعني ريفرسبل. طب ازاي نعرف من الجيفن؟ نرجع تاني نقول بليز يوز اول ذا جيفن ان يور كيس. نرجع تاني للكيس بتاعتنا، الكلام اللي مكتوب قصادك ده هل في هنا دليل ان في مصدر للامبوليزم؟ لا. No given evidence for a source of embolism. قاعدة تانية مهمة جدا 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 في الكيسز، لو انت حضرتك كتبت بايدك ان التشخيص في كلمة امبوليك يبقى لازم يكون مديك في الجيفن مصدر واضح ان في امبوليزم. يعني مثلا العيان عنده mitral stenosis with atrial fibrillation، مثلا العيان عنده اي اف حتى من غير مايترال ستينوز، عنده مثلا انفكتيف اندوكاردايتس وبعتت امبوليزم، عنده اريثميا في الهارت، عنده اي مصدر في الهارت يبعت، عنده انفاركشن في الهارت مثلا وبعتت جه عليها ميورال ثرومبس وبعتت امبوليزم، يبقى لازم يكون في مصدر، او حتى مديك مصدر امبوليزم لازم يبقى فيه مصدر واضح جيفن في الكيس للامبوليزم دي. هل هنا مديك مصدر للامبوليزم؟ no given evidence for a source of embolism. واذا كان الكلام ده مظبوط يبقى there is no given evidence of cardio embolism. مفيش كارديو امبوليزم، مفيش حاجه طالعه من القلب، لان ما ادلكش ان القلب هنا فيه مشكله. بتكلم على الهارت، هارت مفيش حاجه طالعه من الهارت، مفيش اي اف سواء بمايترال ستينوز او من غير، مفيش انفاركشن في الهارت، مفيش اريزميا، مفيش انفكتيف اندوكاردايتس، يبقى there is no given evidence of cardio embolism. قاعده عامه عشان تقول كلمه امبوليزم في التشخيص لازم يكون مديك مصدر. حلو الكلام، يبقى ما هياش كارديو امبوليك، يبقى التشخيص ما هياش كارديو امبوليك، التشخيص نون كارديو امبوليك. واذا كان الكلام ده مظبوط يبقى نرجع بقى الدايجنوزس بتاعنا يكون ايه؟ ميتابوليك سيندروم، ابدومينال اوبيزيتي، هايبرتنشن، دايابيتس، كومبليكيتد بي تي اي اي من النوع الكاروتيد ومن النوع النون كارديو امبوليك. حلو الكلام ده مهم جدا. يبقى اذا نقول ايه بقى؟ therefore الفول دايجنوزس هو ايه؟ هو ميتابوليك سيندروم بابدومينال اوبيزيتي بهايبرتنشن بدايابيتس كومبليكيتد بي تي اي اي من النوع الكاروتيد والنون كارديو امبوليك. يبقى احنا وصلنا للفول دايجنوزس كويس جدا 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 جدا. تمام، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، how would you treat this patient؟ ازاي اعالجه؟ انت قلت لي ان دي نون كارديو امبوليك تي اي اي. نرجع بقى لكتاب النيورولوجي ونقول علاجه ميديكال، اول حاجه ميديكال، وفي سيرجيكال، وفي ستنت انجيوبلاستي بستنت. ابتدي بميديكال، وادي الصوره دي من كتاب النيورولوجي ميديكال تريتمنت. طب الميديكال تريتمنت هلغي منه السطر ده، ما اقدرش احط انتي كواجوليشن لان دي ما هياش كارديو امبوليك. الانتي كواجوليشن بتتاخد لعيانين التي اي كارديو امبوليك، ده مش كارديو امبوليك، ده مش كارديو امبوليك. يبقى الغي الانتي كواجوليشن، الغيها واكتب دي صح، نون كارديو امبوليك دي مظبوطه، يبقى اديله انتي بليتلت صح صح صح، وطبعا اشهرهم الاسبرين والكلوبيدوجريل. ونمره 2 تريتمنت اوف ذا ريسك فاكتورز. اكزامبل، عالج ايه؟ بروبر كنترول اوف هايبرتنشن، عن هايبرتنشن ودايابيتك واوبيزيتي، يبقى عالج الهايبرتنشن وعالج الدايابيتس وامانج الاوبيزيتي، يبقى كده مظبوط زياده عن اللزوم. ممتاز في الميديكال تريتمنت. كويس. لو النمره كبيره شويه بتاعه السؤال يبقى تكتب proper control of hypertension example, proper control of diabetes example، بالاضافه الى management of obesity مثلا زي diet control واكسرسايز. حلو. تاني حاجه سيرجيكال، وسيرجيكال بنعملها اندرتريكتومي، بس في حاله ايه؟ في حاله كاروتيد ارتري ستينوزس اوف مور ذان 70%. مور ذان 70% بعرفها بالايمجنج، والكاروتيد ارتري برضو باكده بالايمجنج. طب ما هو العيان بتاعنا اوريدي من قبل الايمجنج، قبل اما اي انفستيجيشنز احنا عرفنا انه كاروتيد ارتري مش فيرتبرو بيزلر بالجيفن الموجود ان عنده افيزيا. يبقى اذا العيان بتاعنا كاروتيد ارتري ستينوزس، لو لقينا اكتر من 70% ممكن ادخله جراحه واعمل له انسيجن في الارتري واشيل البليك واقفل الارتري تاني بالصوره الموجوده في الكتاب بالمنظر ده. الفاليو بتاعها مهم ان هو يعمل كلير زي ما قال this is a preventive surgery clears the carotid arteries of fatty deposits before another TIA or stroke occurs. حلو الكلام. في كمان حاجه بتتعمل سيرجيكال باي باس، بس ده اقل اهميه، ما بين الاكسترنال كاروتيد ارتري والميدل سيريبرال ارتري، غالبا مش بنفيشيال يعني. الاهم عندنا هو الاند ارتريكتومي. طيب الكلام ده قلناه في الكورس. اتفضل عندي بعد كده كاروتيد انجيوبلاستي اند ستنت.
زي اللي قلناه في الكارديولوجي برضو، يعني بنعمل ستنتنج، بنوسع الشريان الارتري ونحط له ستنت. انجيوبلاستي بالون تو دايليت ذا ستينوتيك ارتري، بندخل قسطره جوه الارتري، نوسع الارتري بالبالونه ونسيب فيه ستنت. وبرضه في حالات الكاروتيد كالعاده، في حالات الكاروتيد برضه العيان بتاعنا كاروتيد، يبقى بندخل قسطره ونوسع بالبالونه ونسيب ستنت عشان تسيب الارتري مفتوح وتحافظ على الارتري مفتوح، زي اللي عملناه في الكوروناريز في كتاب الكارديولوجي. يبقى عندنا تريتمنت اوبشنز بتاعنا في العيان بتاعنا الجيفن ده، ان في ميديكال تريتمنت وفي سيرجيكال تريتمنت وفي كاروتيد انجيوبلاستي اند ستنت. يبقى انت جاوبت على السؤال الثاني اكتر من ممتاز. السؤال الثالث ده بقى حضرتك اللي هتجاوبه، وهو ده اللي عليه الجايزه. ده مهم جدا جدا جدا، اللي هيجاوبه ان شاء الله هو اللي هياخد الجايزه اللي اعلنا عليها في الاول في المقدمه ان شاء الله. ايه السؤال الثالث؟ بيقول ايه؟ احنا لما قلنا ان ده الفول دايجنوزس، ان ده ان ده ميتابوليك سيندروم بابدومينال اوبيزيتي بهايبرتنشن بدايابيتس وكومبليكيتد بتي اي اي كاروتيد، تي اي اي من النوع الكاروتيد ومن النوع النون كارديو امبوليك تي اي اي، قلنا ده الفول دايجنوزس صح. لكن في الحقيقه وفي الواقع still there is a missing point in the diagnosis. لسه في حته صغيره في الدايجنوزس انا ما قلتهاش وسايبها لحضرتك انك تجيبها. This missing point in the diagnosis needs a clever, hardworking, smart student. who is that very clever and smart student اللي عايز ياخد الجايزه، مش بس عشان ياخد الجايزه، لا عشان يحضر معانا ان شاء الله المؤتمر ويتسجل عضو في الجمعيتين وياخد الشهاده، ويبقى يعني حاجه مهمه جدا جدا في السي في بتاعك انك حضرت مؤتمر بالاهميه بالقيمه بتاعت المؤتمر ده وخدت شهاده من بدري كده ان شاء الله، وتكمل معانا كعضو في الجمعيتين دول ان شاء الله. طيب finally now you're a clever student doing your best to learn the best. In the near future you will be a great young doctor giving best care to your patients. And in the remote future you will be a great professor teaching your students the best. Just remember my advice, please. Learn enthusiastically, practice perseveringly, and work hard for the sake of your patients. Always keep your medical knowledge updated to properly educate your students. And don't forget, one day you will become a role model. So stick to your principles. By the way, I'm not preaching. Thank you very much.